السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور ليلة مباراة النادي الأهلي والزمالك، كأس السوبر الأفريقي. لا صوت يعلو فوق مباراة النادي الأهلي والزمالك. النهاردة هنتكلم عن إن موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة للفرقتين. موعد المباراة بكرة إن شاء الله الساعة 9، بكرة الجمعة الساعة 9 مساء على استاد المملكة أرينا في السعودية. المباراة هتكون الساعة 9. القنوات الناقلة قناة بي إن سبورت بتعليق عصام الشوالي بيقولوا إن الاستوديو التحليلي هيكون فيه الكابتن أبو تريكة، كابتن هيثم فاروق. قناة ام بي سي مصر برضه هتنقل المباراة. الاستوديو التحليلي هيكون فيه الأولاني هيكون فيه الكابتن محمد بركات، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن اسماعيل يوسف، وسكولاري نجم مدرب منتخب البرازيل. الاستوديو الثاني هيكون فيه الكابتن ابراهيم فايق ومعاه تامر بدوي واحمد عز. تامر بدوي واحمد عز واحمد عفيفي وباتريك فييرا وكاكا. طبعا النجوم والاساطير الاوروبيين دول دعايه للمباراه والدنيا دي. نامل ان يكون الاداء على كد النجوم اللي هتيجي دي. بيقولوا في تفاوضات ان زيدان ويورجن كلوب هم اللي يفتتحوا المباراه. فاحنا ماتش نهائي الكاس ما كانش كان في مورينيو بيحلل وكان الاداء مش كويس. اي نعم، المدربين كانوا متحفظين، ممكن خايفين من الهزيمه. نامل ان في حضور النجوم دي الناس تاخد فكره حلوه عن الكره المصريه، ان في اداءات وكده. المعلقين على قناة ام بي سي مصر هيكونوا كابتن فارس عوض والكابتن مدحت شلبي. بيقولوا ان اللي هيفوز من المباراة دي هيلاعب ريال مدريد برعاية موسم الرياض. 24 كاميرا لإذاعة المباراة، قنوات أوروبية. يعني المباراة المفروض إن شاء الله تكون مباراة حلوة وتليق باسم الفريقين ويقدموا مباراة حلوة. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي والتشكيل المتوقع لنادي الزمالك. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي تقريبا مش هيتغير عن مباراة جورماهيا. التشكيل كان ما هو. محمد الشناوي هيكون في حراسة المرمى. على اليمين محمد هاني. على الشمال يحيى عطية الله. ياسر إبراهيم، رامي ربيعة. في كلام إن أرشي الرفداري دلوقتي حالته أحسن من الأول، يعني بدأ ويرجع، بيرجع كويس، فاحتمال ممكن أشرف داري يلعب مكان ياسر إبراهيم. عمر، كنت عاوز أقول بس نقطة على محمد هاني. محمد هاني بيلعب على عمر كمال. كولر يعني هو شايف ان محمد هاني احسن من عمر كمال. وعندنا محللين اداء وكابتن حسام وابراهيم شايفين ان محمد هاني احسن محلل، احسن باك رايت في مصر. ومحللين اداء وبتقطع. ومحمد هاني في ماتشين جرماهيا بيرفع الاوفر في رجلين اللعيبه، مش عارف يرفع اوفر. مش عارف ايه فايدة محللين الاداء. بيبصوا في الكاميرات وبيبصوا في اللي بتاع المناظير بتاعتهم، بيستطلعوا رؤية هلال رمضان، الله اعلم، مش عارف. يعني انت لو بتشوف رؤية، يعني المفروض ارقام الكرة ارقام. راجل كل ما بينزل من على الدكة عمر كمال اهداف واسيستات ومساهمات تهديفية. ومحمد هاني اوفراته فيها مشكلة، وده المفروض يبقى واضح. وانت ما تقوليش مثلا انك بتلاعب عمر كمال، بتلاعب محمد هاني على عمر كمال عشان احسن دفاعيا. ده انت كنت بتلاعب عمر كمال سيرد باك. اتكلمنا في حلقة قبل كده عن الموضوع ده. فهو تقريبا هيلعب بهاني، ياسر، رامي ربيعة، يحيى عطية الله. نص الملعب هيكون فيه مروان عطية، أكرم توفيق، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور. هيكون على اليمين بيرسي تاو، على الشمال حسين الشحات، ومهاجم وحيد وسام أبو علي. كلمة بس، احنا لما المدافع بيطلع بالكورة دلوقتي منظومة الكرة الحديثة، المدافع لازم يطلع بالكورة. لما المدافع يطلع بالكورة من تحت ضغط بيضرب ممكن لاعب اتنين تلاتة، بدي تدي الفرصة انه يبقى عددك اكتر في الهجوم زيادة عن الخصم. فانا لما اشوف بيرسي تاو لاعب المفروض كواليتي هجومي، يعني المفروض باصاته كلها تبقى ريسكي وخطيره، بيدي كل كره بتجي له في ماتش جورماهيا. يعني الماتش الاولاني لعب كويس زي اي مباراه افتتاحيه لبيرسي تاو مع النادي الاهلي في كل موسم، هدفين في الاسماعيلي وبعدين ينام. كل كوره بتيجي بيرسي تاو في ماتش جورماهيا الثاني في القاهره، الباصه السهله اقرب ما ليه. لا انت راجل هجومي، يعني انت المفروض تبقى تعمل باصه خطيره، هي دي اللي هتجيب اهداف. انت وظيفتك كراجل هجوم انك تعمل باصات خطيره وباصات ممتعه، هي اللي بتيجي منها الاهداف. مش كل كوره تباصي الاقرب اللي جنبك، رجلك ضعيفه مش عارف تحول الملعب الناحيه الثانيه. فبس هي دي النقطه. هي دي تشكيله النادي الاهلي. تشكيله نادي الزمالك هتكون محمد صبحي في حراسه المرمى. حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، قلبين دفاع. على اليمين اتوقع محمد شحاته.
وعلى الشمال عمر جابر. ما توقعش ولا هيلعب ببنتايك ولا محمد حمدي. بنتايك شكله المدرب مش مقتنع بيه، الله اعلم. محمد حمدي لسه صغير جاي من انبي، برضه ما عش ماتشات القمه. مش عارف هيكون الدفع بيه، فانا اتوقع ان هيكون محمد شحاته على اليمين وعمر جابر في الباك ليفت. نص الملعب هيكون نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد، وقدامهم ناصر ماهر. على اليمين احمد السيد زيزو، وهيكون على الشمال اللاعب البولندي ميشيلاك. اتوقع انه هيلعب على مصطفى شلبي، مش عارف المدرب هيكون مقتنع، حاسس ان المدرب مقتنع بيه وهيلعب على مصطفى شلبي. وفي الهجوم هيكون سيف الدين الجزيري. اتوقع المباراه مفيش وقت اضافي. المباراه لو انتهت في وقتها الاصلي بالتعادل هيكون في ضربات جزاء. اتمنى ان المباراه تعدي كويس. لو قلنا لو راجل رابحه على الدكه هنا وهنا، هيكون مثلا في النادي الاهلي رضا سليم، محمد مجدي قفشه، كهربا، طاهر محمد طاهر، عمر كمال هيكون برضه على الدكه. في نادي الزمالك هيكون لو مصطفى شلبي هو الاحتياطي هيكون مصطفى شلبي، عمر فرج، هيكون شيكابالا برضه. فنأمل المباراة إنها تعدي على خير وتكون حلوة ونستمتع كجمهور أهلي وكجمهور زمالك. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.